بداية لقطة الهدف الأول لاتحاد العاصمة. هنا اللاعب وسط شباب بلوزداد لم يقم بإخراج الكرة مباشرة إلى خارج الميدان، وقام بتمريرها لزميله الذي ضيعها. الكرة تعود إلى لاعبي اتحاد العاصمة. لاعب الوسط يقوم هنا بالتخلص من لاعبين من شباب بلوزداد، وهنا يتحمل لاعبين مسؤولية في هذا الهدف. يقوم بالتمرير إلى زميله الذي بدوره يمرر إلى المهاجم. وهنا نلاحظ بأن المدافع الأيمن لشباب بلوزداد يتحمل المسؤولية الكبرى في تسجيل هذا الهدف، لأنه كسر مصيدة التسلل ولم يقم بالخروج مع قلب دفاعه. وبعد التمريرة نلاحظ أن قلب الدفاع حاول جاهدا أن يتدارك الموقف ويغطي الجهة اليمنى من حارس المرمى، لكنه وصل متأخرا. وكذلك نلاحظ بأن الحارس بقي في منطقته ولم يخرج لتقليص زاوية القذف لمهاجم اتحاد العاصمة، وبالتالي كان المجال مفتوحا أمام مهاجم اتحاد العاصمة الذي لم يتوانى في تسجيل الهدف الأول. اشتركوا في القناة ولا تنسوا الإعجاب. بداية العملية في الهدف الثاني. انطلقت اللقطة من المدافع الأوسط لاتحاد العاصمة، والذي قدم تمريرة طويلة، وبالفعل وصلت الكرة إلى المهاجم الأيسر الذي لاحظ تقدم الدفاع بأكمله. وهنا نلاحظ بأن هناك 4 مهاجمين ضد 4 مدافعين، فاستغل الفرصة ورمى الكرة في ظهر الدفاع لزميله الذي انطلق بأقصى سرعة. وهنا انفرد مهاجم اتحاد العاصمة بحارس مرمى شباب بلوزداد، هذا الأخير الذي خرج لإغلاق زاوية القذف للمهاجم، وبالفعل تمكن من صد الهجمة الأولى. ولكن عادت الكرة إلى المهاجم الذي قام بتمريرها إلى زميله، والذي بدوره مررها إلى المهاجم الأيمن الذي وجد نفسه في وضعية مناسبة للتسديد. هنا نلاحظ 3 مدافعين من شباب بلوزداد يقومون بإغلاق الجهة اليسرى للمرمى، بينما الحارس يتمركز في موضع خاطئ تماما، وكان من المفروض أن يغطي الجهة اليمنى للمرمى، وبالتالي ترك الجهة اليمنى فارغة. واستغل مهاجم اتحاد العاصمة هذه الفرصة مسددا الكرة في الجهة اليمنى الفارغة بكل قوة، محرزا الهدف الثاني. ومن هذه الزاوية يظهر لنا كيف قام 3 مدافعين بتغطية الجهة اليسرى للمرمى، بينما الجهة اليمنى فارغة تماما. وأيضا من هذه الزاوية تظهر لنا بصورة أوضح كيف قام 3 لاعبين بتغطية الجهة اليسرى للمرمى، بينما الحارس كان يجب عليه أن ينتقل إلى الجهة اليمنى ويتموضع في النقطة الزرقاء لكي يعترض مسار الكرة، ولكنه بقي في مكانه، مما أدى إلى تسجيل الهدف الثاني لصالح اتحاد العاصمة. اشتركوا في القناة ولا تنسوا الإعجاب. هدف شباب بلوزداد أتى بعد تنفيذ مخالفة قريبة من منطقة الجزاء. تم التنفيذ بطريقة محكمة، ونلاحظ بأن رقابة فردية لصيقة على كل مهاجم إلا المهاجم رقم 25 من شباب بلوزداد، فإن اللاعب رقم 8 من اتحاد العاصمة تركه وراءه. وعندما تم تنفيذ المخالفة اندفع المهاجم رقم 25 ووجد نفسه مباشرة أمام المرمى ليسدد رأسية ساقطة خادع بها حارس اتحاد العاصمة. ومن زاوية أخرى نشاهد اللاعب رقم 8 وهو يندفع إلى الأمام تاركا وراءه اللاعب رقم 25 من شباب بلوزداد، والذي تمكن من تسجيل هدف جميل. من زاوية ثالثة نشاهد لاعب اتحاد العاصمة رقم 8 كيف ترك وراءه اللاعب رقم 25 من شباب بلوزداد، والذي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد للشباب. إذن اللاعب رقم 8 من اتحاد العاصمة يتحمل المسؤولية الأكبر في تسجيل هدف شباب بلوزداد.